سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. طلاب تالتة ثانوي الغاليين مكملين مع بعض سلسلة حل في الفيديوهات بتاعتنا. احنا طبعا ماشيين بنحل أسئلة مجمعة من الكتب الخارجية على كل درس أول بأول، وساعات بنقسم الدرس على 2 فيديو أو على فيديوهين أو على محاضرتين. فاحنا مكملين مع بعض. احنا كده لحد الآن يا سنة تالتة نزلنا فيديوهين على الدرس الأول قسمناه لمحاضرتين. بإذن الله في الفيديو بتاع النهاردة هنبدأ إن شاء الله في الدرس الثاني، برضه هنقسمه على محاضرتين أو على فيديوهين. بس الأول كده قبل ما ندخل على الدرس الثاني هنبدأ نحل شوية أسئلة بإذن الله على الدرس الأول، زي اختبار كده تيست صغير على الدرس الأولاني قبل ما نبدأ ندخل في الدرس الثاني. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. يلا بينا. بسم الله. السؤال رقم 1 معانا في أسئلة الدرس الأول يقول لي إذا كانت شدة التيار الكهربي المار في موصل ب 2 أمبير، يبقى أنا كده معايا الآي، تكون كمية الكهربية، كلنا عارفين إن كمية الكهربية كيو التي تمر عبر مقطع من هذا الموصل خلال دقيقة، يعني الزمن 60 ثانية. هو عايز كمية الكهربية ومعايا الآي ومعايا التي، سهلة قوي. يبقى الآي بتساوي الكيو على التي، من هنا الكيو بتساوي الآي في التي. الاي قيمتها موجوده معايا ب2، الزمن ب60، تبقى الاجابه 120. سؤال مباشر وسهل بيفكرني بس بقانون شده التيار الكهربي. سؤال رقم 2 تمر كميه من الشحنه الكهربيه مقدارها 1200 كولوم، يبقى دي الكيو، خلال فتره زمنيه 4 دقيقه، يعني الزمن 4 في 60، طبعا 4 في 6 ب 24، يبقى 240 ثانيه، عبر مقاومة، يعني الار معايا ب10، فإن شدة التيار الكهربي الذي يمر عبر المقاومة. بيسأل عن شدة التيار، وكلنا عارفين إن الاي برضو بتساوي الكيو على التي. كيو قيمتها موجودة معايا 1200، الزمن 2400 ثانية، صفرين مع صفرين 12 على 24، فيها المفروض فيها النص أمبير، يعني المفروض دي تكون 5/10 أمبير. تمام. طب هو مديني ليه الار؟ هو مديك الار ملهاش اي 60 لازمه، هو بس مديها لك كده بيخيلك او عايز يلخبطك في السؤال. طيب النقطه اللي بعد كده، الكترون يدور حول نواه ذره الهيدروجين بمعدل 3.96 في 10 أس 17 دورة في الدقيقة. انت ممكن تقول دي كلها على بعضها التردد، او ممكن تقول ده العدد وده الزمن. 60 ثانية يا عم، عشان ايه ما تغلطش هنا، لان هو هنا مديك عدد الدورات في الدقيقة، مش مديك عدد الدورات في الثانية. بيسألك عن شدة التيار الكهربي اي، ودي حاجة معروفة ان الاي لما يقول لك معاك الكترون يدور في مسار دائري بتردد معين، ممكن تقول ان الاي بيساوي الاف في الاي، لو انت كنت طلعت ده كله على بعض التردد، او ممكن تشتغل عادي في القانون ان في الاي على التي. يلا بينا نعوض في القانون. القانون بتاعنا ان في الاي على التي يبقى 3 9 6 في 10 اس 17. الكلام ده مضروب في الايه اللي هي شحنة الالكترون 1 و6 في 10 والسالب 19 على الزمن اللي هو 60 ثانية. طبعا الاختيارات يا جماعة كلها موجودة بالملي امبير، والمفروض ناتج التيار من هنا يطلع بالامبير. خلينا بس نمسح علامة الثانية دي عشان بس محدش يتلخبط فيها. فلما نيجي نعوض هنا يا جماعه الناتج المفروض يطلع معانا بالامبير. عشان اخلي الناتج بالملي امبير فبضرب في كام؟ بضرب في 10 اس موجب 3 عشان احول من الامبير للملي امبير. جبتها ازاي يا عم؟ عايز اروح من الامبير، عايز اروح للملي امبير، فالامبير راح مع الامبير، يتبقى لي فوق 1 تحت 10 سالب 3، يطلع الناتج 10 اس موجب 3. الكلام ده طبعا موجود يا جماعه في حصه الاساسيات، ازاي نحول من واحده للتانيه. بعد ما نعوض ونطلع الناتج بتاعنا، تقريبا الناتج هيطلع معانا رقم 1000. نقطة رقم 4 بيقول لي ادرس الشكل المقابل ثم أجب عن الآتي: الاتجاه الذي يمثل الاتجاه التقليدي أو الاصطلاحي للتيار الكهربي. لنا عارفين إن الاتجاه الاصطلاحي أو التقليدي للتيار الكهربي هو اتجاه حركة الشحنات الموجبة، واكيد الشحنات الموجبه هتطلع من الطرف الموجب للبطاريه وتروح للطرف السالب للبطاريه خارج المصدر، داخل المصدر من السالب للموجب. ده كده الاتجاه التقليدي او الاصطلاحي، يعني اتجاه السهم رقم 1. الاتجاه الذي يمثل الاتجاه الفعلي، الاتجاه الفعلي عكس الاتجاه الاصطلاحي، ده اتجاه حركة الإلكترونات السالبة من السالب للموجب خارج المصدر، جوه المصدر من الموجب للسالب، يعني الاتجاه رقم 2.
بيسأل عن قراءة الاميتر، بيسأل عن قراءة الفولتميتر. كلنا عارفين ان الاي لها قوانين كتير، بس انا هنا معايا الفي ومعايا الار، يبقى الاي في على الار، الفي ب 12 الار ب 3، يطلع الناتج ب 4 امبير يعني جي. بيسأل عن قراءة الفولتميتر، قراءة الفولتميتر هنا الفولتميتر متوصل على مقاومة، يعني هيساوي الاي في الار، الاي المفروض ان احنا جبناها باربعة، الار بتلاتة، فطبيعي الناتج يطلع كام يا جماعة؟ يطلع 12 فولت. او من غير ما اعمل الكلام ده، هو المفروض يا جماعة ان البطارية دي اللي بتدي طاقة للمكونات اللي موجودة في الدايرة، والدايرة ما فيهاش غير مقاومة، فطبيعي جهد البطارية كله يروح للمقاومة. تمام؟ فممكن كنت اقول كده على طول من غير ما اعوض في القانون. ماشي يا باشا. النقطة رقم 5 بيقول ايه؟ الشكلان المقابلان يمثلان موصلين يمر بكل منهما تيار كهربي، فإن نسبة اي واحد على اي 2. عادي خالص، اروح اجيب له اي واحد، اروح اجيب له اي 2، اقسمهم على بعض. الاي واحد طبعا انا هنا معايا على الرسمه معايا الفي والار، يبقى اجيب الاي من الفي والار. طيب الفي هنا يا جماعه فرق الجهد ما بين نقطتين بنحسبه ازاي؟ بنطرح جهد النقطه الاعلى ناقص جهد النقطه الاقل. يعني هقول له 5 ناقص النقطه الاقل سالب 7، يعني بقت 5 زائد 7، يعني فرق الجهد هنا بكام؟ ب 12. يبقى الاي هنا هيساوي فرق الجهد اللي هو ب 12 على الار اللي هي 6، 12 على 6 فيها الاثنين امبي اللي هو شده التيار. اجي هنا برضو بنفس الطريقه اجيب شده التيار في على الار، اطرح الاثنين دول من بعض، جهد النقطه الاعلى ناقص جهد النقطه الاقل، 22 22 ناقص يا جماعه سالب 2، بقى 22 زائد 2 يعني الناتج 24. معايا الفي معايا الار، اجيب الاي في على الار يعني 24 على الاربعه فيها السته. بقى معايا الاي واحد الاي 2، اقسمهم على بعض، اقسم 2 على الستة يعني تلت، يبقى ده. رقم 6، ما الذي يحدث لمقاومة سلك حديد لو احنا زودنا مساحة المقطع للضعف وقللنا الطول للنص؟ بيسأل عن المقاومة R، ولما يسألك عن المقاومة تروح تكتب قانونها R بتساوي رو E في ال مقسومة على ال A. ايه اللي حصل يا باشا للمقاومة النوعية؟ المقاومة النوعية ما اتغيرتش، ما جابش سيرتها، هو بيقول لك سلك من الحديد يعني من نفس المادة، يعني المادة ما غيرتهاش، فاذا كده نوع الماده ثابت فبكتب مكانه واحد. ايه اللي حصل للطول يا عمنا؟ وايه اللي حصل للمساحه؟ الطول قلل النص، يعني اكتب مكان الطول نص، ما هو قلل النص يا جماعه يعني انا ضربته في نص. ماشي يا عم. المساحه زادت للضعف، يعني انا ضربتها في 2، واحد في نص على الاتنين يعني ربع، يبقى كده الار طلعت بربع، او ضربتها في ربع يبقى المقاومه تقل الى الربع قيمتها، يعني ده. عندما يزداد طول موصل لأربع أمثاله ويقل نص قطره للنص، فإن مقاومته بيسأل عن الار بتساوي رو اي في ال على الاي اللي هي باي ار تربيع. كده كده الثوابت بشيلها ما تلزمنيش في حاجة. ايه اللي حصل للطول يا جماعة؟ الطول الموصل زاد لأربع أمثال، يعني ضربته في 4، نص القطر قلل النص، قلل النص، ونص القطر تربيع، نص تربيع يعني ربع، فلما اجي اعوض 4 على ربع يطلع الناتج كام؟ 16. يعني انا ضربت الار في 16 يعني زادت الى 16 امثال قيمتها، يعني ده. رقم 8 سنة تالتة، تولد بطارية فرق جهد، يبقى معانا الفي سلك من النحاس طوله يبقى ال مساحة مقطعه يبقى الايه، وله مقاومة مقدارها المفروض ده يا جماعة وله مقاومة نوعية، لأن الأم في المتر دي المقاومة النوعية، فإن شدة التيار المار عبر السلك. طبعا حلينا أفكار من دي كتير عشان أجيب الأي وأنا معايا الفي، فأقول له إن الأي بتساوي الفي على الآر، قيمة الفي موجودة معانا 5 فولت، اروح اجيب له الار لان كده الار ناقصاني، الار بتساوي رو اي في ال مقسومه على الاي، كل حاجه موجوده معايا مفيش بس غير ان انا هعوض. الرو اي اللي هي 1 علامه 7 9 في الكلام ده في 10 والسالب 8 في ال اللي هي 50
على المساحة 1 في 10 أس موجب 6. نحسب الار، بعد كده نرجع نعوض بيها نطلع ناتج التيار. يلا بينا نحسب الار. واحد علامة 7.9 في 10 أس سالب 8 في 50 على 1 في 10 أس موجب 6. تطلع المقاومة ب8.95 في 10 أس سالب 13. 8.95 في 10 أس سالب 13. أعوض بيها 1.79 في 10 سالب 8. ادي المقاومة النوعية وادي المساحة وادي الطول. تمام. اقول له بقى 5 على عنصر، تطلع الاجابة 5.59. بس المفروض ان هي مضروبة في رقم، يعني هي دي هتبقى الاجابة الصح 5.59. تمام. بس 5.59 مضروبة في 10 أس رقم، لأن الرقم هنا طالع رقم كبير. ماشي يا جماعه. فدي فكره حل السؤال. ما علينا بقى من الارقام، مش مهم. المهم ان انا اجيب الار واقيس ال على الاي. جبت الار. تمام. بعد ما جبت الار اروح اعوض بيها هنا، اعوض بالقيمه بتاعتها هنا كده. جبت شده التيار الكهربي. تمام. نقطه رقم 9 بقول لك افترض ان انت عندك 4 اسلاك موصله لها نفس مساحه المقطع، ولكن هي مصنوعه من مواد مختلفه. مقاومات واطوال هذه الاسلاك مسجله في الجدول الاتي. اي هذه الاسلاك مصنوعه من ماده توصيليه كهربيه لها اقل. هنروح نحسب التوصيليه الكهربيه لكل ماده ونبدا نقارنهم ببعض. احنا عندنا السيجما، قانونها سيجما بتساوي ال على الار في الاي. هو اداك معلومه، رمى لك كده معلومه، قال لك لو ما نفس المساحه يبقى انا كده هشيل المساحه من القانون واقسم في كل حاجه من الجدول اللي قدامي. اقسم ال على الار. اللي هنا 30، الار ب5. 30 على ال5 يبقى فيها ال6. ماشي. هقسم هنا 40 على ال8 فيها ال5. 30 على ال6 فيها ال5. 40 على ال10 فيها ال4. فاكبر توصيليه كهربيه هيبقى الاولاني ده يا جماعه. طبعا انا ما حولتش هنا، ملهاش لازمه بقى لان كلهم هحتاج احول فيهم، فمش هتفرق معايا في الاخر. امامك 4 موصلات منتظمه المقطع من نفس الماده مختلفه الابعاد. من نفس الماده طبعا يعني نفس المقاومه النوعيه ونفس التوصيليه الكهربيه. فهو عايزنا نرتبها تصاعديا حسب مقاومتها الكهربيه حسب الار. اكتب قانون الار. ار بتساوي رو اي ال على الاي، او رو اي ال على باي ار تربيع على حسب اللي موجود معايا. طبعا هم كلهم من نفس الماده نفس المقاومه النوعيه، فاقسم ال على الاي. ال هنا بواحد، الاي باربعه يعني ربع. ال هنا باتنين، المساحه بواحد. 2 على 1 فيها الاتنين. ال هنا بواحد والاي بتلاته يعني تلت. ال هنا باتنين والمساحه باتنين. 2 على الاتنين فيها الواحد. رتبهم تصاعديا. تصاعديا يعني من الصغير للكبير. اصغر حاجه طبعا هتبقى ربع، يجي بعدها تلت، بعد كده واحد، بعد كده اتنين. يعني دي ثم بعد كده بي ثم بعد كده ايه، دي ثم بعد كده بي ثم بعد كده ايه ثم بعد كده سي. يعني ده يبقى ده اقل حاجه، لان طبعا ربع ثم بعد كده تلت اللي هو بي. تمام. ثم بعد كده ايه اللي هو واحد، ثم بعد كده سي اللي هو كام؟ 2. نقطة رقم 11 موصل طوله ال مساحة مقطعه 3 ايه، في فرق جهد في يمر به تيار اي. لو وصلنا موصل اخر من نفس المادة بنفس الجهد اصبحت شدة التيار المار 3 اي، فإن طول ومساحة مقطع الموصل التاني. طيب يا عم، يعني هو بيقول لك انا وصلت مادة تانية خالص مختلفة ولكن وصلتها بنفس فرق الجهد، فانا عندي الار بتساوي الفي على الاي. طالما الراجل قال لك هنا بنفس فرق الجهد، يعني مثلا المقاومتين متوصلين توازي، او المهم ان الراجل مثبت لك الجهد هنا، بقى تقدر تقول ان الار بتتناسب عكسي مع الاي. ينفع تقول كده يا عم. ليه؟ لان انا ثبت فرق الجهد الكهربي. ماشي يا سيدي. طيب يعني شطر زادت 3 امثال، يعني المقاومه الجديده تقل للتلت، تكون تلت المقاومه الاولانيه، لان فرق الجهد ثابت. لان فرق الجهد ايه؟ ثابت. ده اهم معلومه، الله يسترها. يا عم انت قلت لي معلومه قبل كده، المقاومه ملهاش علاقه لا بالجهد ولا بالتيار.
الكلام ده يا حبيب قلبي لو انا بقول لك نفس الموصل مررت فيه تيار معين، وفي نفس الموصل قمت مزود التيار، فانا ما غيرتش الموصل ولا غيرت نوع الماده ولا درجه، ما غيرتش اي حاجه من الحاجات اللي بتغير المقاومه، فالمقاومه ثابته. لكن هنا انا بقول لك ده انا غيرت الماده بماده تانية خالص، فطبيعي المقاومه تتغير، وكمان بقول لك فرق الجهد ثابت، فطبيعي برضو المقاومه تعتمد على التيار هنا، لان قلت لك فرق الجهد ثابت وانا مغير نوع الماده. ماشي. طب المقاومه الاولانيه لو انا جيت احسبها R1 في المره الاولى عمنا، R1 بتساوي مفروض رو اي في ال اللي هي ب ال في المساحه على المساحه اللي هي ب 3 اي، يعني كانها 1 على 3 رو اي في ال على الاي. سيبك من الرو اي والال والاي، يعني قيمه المقاومه R1 بتلت. طيب المفروض ان المقاومه الجديده تبقى تلت المقاومه القديمه، يعني المفروض الار 2 قلت للتلت من R1، يعني تلت في تلت يعني ناتجها بكام؟ بتسعة. فانا هبدا ابص على الاختيارات واشوف انا اختيار هيديني تسعة. المفروض ان الار الجديده بتساوي رو اي في ال على الاي. سيبك من الرو اي يا عم دلوقتي، يبقى كده انت هتقسم ال على الاي. ال هنا بكام؟ ب2. المساحه ب 18، 2 على 18 ده فيها التسعة. ماشي، تنفع دي، يعني دي كده يعتبر صح. 3 على 3 فيها الواحد، 18 على الاتنين فيها التسعة. لا ده انا عايزها تطلع بتسعة. تلت على التلت فيها الواحد، يبقى الاجابه الصح رقم الف. وبكده نكون خلصنا اسئله الدرس الاول. كنا بس عايزين نسترجعه كده سريعا، بس كام سؤال عليه فاسترجعناه الحمد لله، خلصنا منه. بسم الله. سؤال رقم 1 في المحاضره بتاعه النهارده بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك يا باشا معاك 4 مقاومات متماثله وصلت معا كما بالاشكال، فيكون ترتيب الاشكال من حيث المقاومه المكافئه لهذه المقاومات الاربعه من الاكبر للاقل. هو احنا عارفين ان في التوصيل على التوالي ده بيطلع لي اكبر حاجه، توصيل على التوازي ده بيطلع لي اقل حاجه، فانا ممكن كده المح من الاختيارات اجابه السؤال سريعه، او لو انا عايز احله واتاكد بالارقام فانت حط اي ارقام على المساله اللي قدامك وابدا اشتغل عادي، مفيش اي مشكله خالص. يعني ممكن تحطهم كلهم ب5 كلهم ب6، اي رقم يعجبك يا باشا. بس المفروض والطبيعي الحاجه اللي انا هكون متاكد منها ان الشكل رقم 2 ده هيكون اكبر حاجه، شكل رقم 2 ده هيكون اكبر مقاومه، لان الاربع مقاومات متوصلين على التوالي. فانت ممكن تشغل دماغك وتنجز وقتك وتبص على الاختيارات، هو عايزك ترتبهم من الاكبر للاقل. يعني الشكل رقم 2 اكبر حاجه، يعني دي غلط ودي غلط ودي غلط، ويبقى دي اللي صح. تمام؟ يعني ده كده يعتبر ايه؟ اسرع واكتر حل هيبقى منجز بالنسبه لك. عايز تحسب مفيش اي مشكله يا عم، حطهم كلهم مثلا وليكن بخمسه، خمسه خمسه، او خليك في رقم تاني كلهم بسته مثلا، اي رقم يكون سهل معاك في الحسابات. دول كده هيطلعوا ب 24، دول كده 6 و6 و6، دول كده هيطلعوا ب 18، 18 مع الستة توازي هيطلعوا برقم. ماشي، دول كده معاك 6 و6 و6 و6، دول هيطلعوا ب 12 و6 4 و6 يطلع الناتج ب 10. دول كده 6 6 6 وهنا 6، الثلاث ستات دول 6 على اللي 6 على 3 فيها الاثنين، 2 مع الستة يطلع الناتج بكام؟ ب 8. هو فعلا هو المفروض ان انت عندك الشكل رقم 4 ده فعلا هيطلع اقل حاجه، لان كده كده هيطلع اقل من 6، ده طبيعي لان المقاومه المكافئه في التوصيل على التوازي بتطلع اصغر من اصغر مقاومه موجوده في الدايره. فانا عندي 18 و6 اعتقد ممكن يطلعوا ب3 باين، 18 و6 ب3، فاكيد دي هتطلع ايه؟ اصغر حاجه، فهتبقى الاجابه ج. ممكن تحلها سريعا زي ما انا قلت لحضرتك في الاول. نقطة رقم 2، إذا كانت المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متماثلة متصلة على التوازي تساوي 1. معانا 3 مقاومات متماثلين وعلى التوازي والار توتال بتاعتهم بواحد. هي الار توتال في التوازي لما تكون المقاومات متماثلة المفروض إن هي بتساوي قيمة الواحدة منهم على عدد. الار توتال بواحد، الواحدة منهم ما نعرفش عددهم 3، يبقى الواحدة منهم تطلع بكام؟ 3 في 1 ب3، يعني الار الواحدة ب3. فإن المقاومة المكافئة لهذه المقاومات عند توصيلها على التوالي. لما نوصل المقاومات على التوالي فالمقاومة المكافئة هتساوي واحدة منهم في عددهم، الواحدة منهم ب3 عددهم ب3، فتطلع الإجابة 9 يعني دي.
رقم 3 في الشكل الموضح تكون قيمة المقاومة المجهولة R. عايز تبقى ذكي وتبعد عن شغل وتعقيدات الرياضة، وانا طبعا عارف ان اغلب الناس عندها مشاكل في الرياضة وهي بتحل، فانت افضل حل وافضل طريقة للسؤال ده ان حضرتك تاخد الارقام وتبدأ تجرب. هو بيقول لك اذا كانت المقاومة المكافئة بين الكيو والبي تساوي R، فيا ترى الار دي تبقى بكام؟ يعني من الاخر عايز اقول لك الرقم اللي انت هتحطه هنا وتعوض بيه هيطلع لك الناتج في الاخر نفس الرقم ده. يعني كأنه بيقول لك حل فزوره وابدا جرب الارقام. يعني مثلا يا عم تعالى جرب الاثنين، 2 و3 كام؟ 5. 5 في 10 على 5 زائد 10 هتطلع برقم، لو جمعته على الاثنين وطلع بالخمسه يبقى انت كده اختيارك صح. فنجرب الاختيارات هنلاقي 7 دي هي اللي ظبطت، فتعالى كده نجرب 7 و3 كام؟ 7 و3 10 لانهم توالي مع بعض. طيب 10 مع العشرة توازي، مقاومتين قد بعض، مقاومتين قد بعض، واحدة منهم على عددهم فيطلع الناتج ب5. 5 و2 توالي يطلعوا بكام؟ ب7. فعلا الرقم اللي انا حطيته اداني حل للمسألة نفس الرقم اللي انا حطيته بالظبط، فده الاختيار اللي احنا عايزينه. رقم 4 أربع مقاومات متساوية وصلت معا كما بالأشكال، أي شكل يعطي أقل مقاومة مكافئة. أقل حاجة حضرتك ممكن تحط أرقام وتجرب عادي جدا، مفيش أي مشكلة خالص. حطهم يا عم ب6 6 6، فدول يطلعوا مع بعض ب12، دول يطلعوا مع بعض ب12. 12 و12 توازي، واحدة منهم على عددهم فتطلع الإجابة هنا 6. 12 و12 وهنا 12 وهنا 12، دول يطلعوا مع بعض توازي يطلعوا ب6، دول يطلعوا مع بعض توازي ب6. 6 و6 توالي يطلعوا ب12. طيب 6 6 6 6، الستتين دول مع بعض يطلعوا توازي، واحدة منهم على عددهم يعني 3. 3 مع الستة مع الستة كلهم مع بعض توالي يعني 15، هجمعهم 6 زائد 6 زائد 6 وكمان هنا 6. الثلاث ستات دول توالي يعني 18، والستة دي معاهم توازي 18 في 6 على 18 زائد 6 تقريبا تطلع ب3. المهم ان هي تطلع اقل من 6 فهختار رقم د. كان ممكن برضو اعمل حل سريع لو انا فاهم كويس، ممكن اقول هنا يا جماعه ان انا المفروض عندي المقاومه المكافئه بتطلع اصغر من اصغر مقاومه، فانا هنا عندي المفروض 2 مع بعض و2 مع بعض، فالمفروض المقاومه المكافئه هتطلع بنصهم. انا عندي هنا المقاومه المكافئه انا عندي واحده بس على التوازي مع الثلاثه، فكده المفروض المقاومه المكافئه هتطلع اقل من ار. المقاومه المكافئه هتطلع بكام؟ اقل من ار، يعني اقل من الرقم اللي هنا، فدي المفروض اللي هتطلع لي اقل ناتج. رقم 5 في الشكل المقابل عندما وصلت النقطتين X و Y بمصدر كهربي كانت المقاومة ب6، فإن قيمة المقاومة R. وقال لك وصلنا الطرف X يعني مثلا ده توصل بالموجب، والطرف Y ده مثلا اتوصل بالسالب، يعني التيار هيجي يدخل من هنا، تيار هيبدأ يتجزأ، جزء يمشي في الفرع ده كده لحد ما يخرج بره، والجزء التاني يقابله من الناحية دي لحد ما يطلعوا مع بعض. يعني خلاصة الكلام ان الفرع ده توازي مع الفرع ده، فالاول اخلص الفرع ده خليه مقاومة واحدة. ده بخليه مقاومة واحدة ازاي؟ دول توالي مع بعض فاجمعهم. طيب يا عم فين الارقام؟ او ابدا اعمل ايه في السؤال اللي زي ده؟ اكيد مش هبدا اقول له ار زائد 4 وبعد كده توازي مع ال 15 واساويها بالرقم اللي هيطلع معايا واقعد بقى ادخل في عمليه حسابيه معقده. لا، خد يا عم الارقام وجرب. جرب التلاتة، 3 و4 7، 7 مع ال 15 مش هتديك 6. جرب يا عم الستة، لو انا خدت الستة 6 مع الاربعة يطلعوا بكام؟ يطلعوا ب10. بعد كده ال10 مع ال15 توازي، 10 في 15 على 10 زائد 15 يطلع الناتج بكام؟ يطلع ب6. يبقى ده الاختيار الصح. نقطة رقم 6 رتب الأشكال الموضحة تبعا للمقاومة المكافئة من الأقل للأكبر، علما بأن المقاومات متماثلة. من الأقل للأكبر خليني برضو كده أكون ذكي في حل السؤال. طبعا أكبر حاجة اللي هو التوالي، أصغر حاجة اللي هو التوازي. يعني رقم 3 أصغر حاجة، رقم 2 أكبر حاجة. تعال نبص على الاختيارات، 3 أصغر حاجة 2 أكبر حاجة، يعني الاختيار ده كده يعتبر صح.
لان مفيش اختيار تاني، في 2 اكبر حاجه و3 اصغر حاجه. فيا عم يلا على طول وانجز حالك بقى، يهمك الوقت في الامتحان. تعالى يا باشا نجرب اللي بعد كده. رقم 7، في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين النقطة A والنقطة B. يعني الطرف ده مثلا الموجب والطرف ده السالب، يعني التيار جاي من هنا هيطلع من الطرف اللي هناك. اولا لما باجي احل مساله توالي وتوازي، ببدا ابص بعنايه على اي مقاومتين ينفع اخلصهم مع بعض الاول. يعني انا كده لما جيت ابص على المساله ككل، هي طبعا دي مساله فكره بسيطه، الاقي ان ال10 وال15 دول توازي مع بعض. بحلهم ازاي؟ حضرتك عارف القوانين، 10 في 15 على 10 زائد 15 يطلعوا ب6. تيجي حضرتك بعد كده تلاقي ال6 وال4 جنب بعض، فتجيبهم مع بعض توالي يطلعوا بكام؟ يطلعوا ب10. ماشي، بعد كده ال10 مع بعض توازي، ممكن تقول واحدة منهم على عددهم يطلع الناتج ب5. بقى كده حضرتك المسألة بتاعتك في عندك هنا 5، الباكج اللي في النص ده كله طلع لك ب5، وعندك فرع كمان بره ب5. بقى معاك كده يا عم 3 خمسات، واحدة منهم في عددهم يديك الار توتال بتاعتهم، واحدة منهم ب5 عددهم 3، 3 في 5 يعني 15. 8، شكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين A و B. المقاومة المكافئة بين ال A وال B، تعالى يا باشا بص معايا كده. أنا لما أجي أحل المسألة اللي زي دي هبعد عن بداية ونهاية المسألة، يعني هبعد عن المكان اللي بيدخل منه التيار وبيخرج منه التيار، فأنا هجيب المسألة من ورا. أجيب المسألة من ورا، آخر مقاومة فيها يا جماعة اللي هي المقاومة 8. المقاومة 8 أقرب حاجة ليها 6 وأقرب حاجة ليها 6. فلما أجي أبص ألاقي ال8 مع ال6 اللي جنبها وال6 اللي جنبها، ال8 مع ال6 دول توالي مع بعض، لأن يا جماعة مسار واحد طريق واحد، حصلش تجزئة للتيار. يبقى أقول له 8 و6 و6 أشيلهم وأخلي مكانهم واحدة بس وأجمعهم مع بعض. 6 و6 12 و8 يبقى 20، وقصادها كمان 20، حتى تحس ان انت ماشي صح اهو. هنا 4، هنا ايه 4. طبعا الناس في البدايات كده وهي لسه بتتعلم التوالي والتوازي، يلاقي 4 و4 قصاد بعض يقول لك توازي. طبعا الكلام ده بلح خالص، يبقى انت كده ايه مش فاهم اي حاجه. المسألة اللي زي دي سنة تالتة بنروح نبعد عن الموجب والسالب، اجيبها من ورا، ادي اخر مقاومة، اشوف مين اقرب حاجة ليها وابدا اشوف معاها توالي ولا توازي. يعني مثلا انا وصلت للجزء ده، اخر مقاومة 20، مين اقرب حاجة ليها؟ ال20، اجيبهم مع بعض توازي. 20 واحدة منهم على عددهم يطلع الإجابة 10. أو أنا ماسح واحدة وسايب التانية أيا يكن، يعني أنا ممكن أقول له إيه، شيل يا عم مثلا دي، ماشي، وشيل ده كمان، وتعالى هنا عمنا. يبقى أنت كده يا باشا معاك بدل ال20 وال20 بقى معاك 10 بس. ال10 بعد كده مين أقرب حاجة ليها؟ الأربعة والأربعة، يعتبر هما الاتنين قريبين بيها منها بنفس المقدار. يعني 10 مع الأربعة و10 مع الأربعة كلهم يا عم مسار واحد، التيار هيجي من هنا يمشي في طريق واحد يقف هنا، أو دي نهايته، يعني دي نقطة البداية دي نقطة النهاية، فلاهم كلهم مع بعض توالي. 10 زائد 4 زائد 4 تطلع الإجابة 18. كده. نقطة رقم 9، شكل المقابل تكون النسبة بين المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B في حالة، يعني التيار يا جماعة يدخل من A خد بالك يخرج من B في حالة أول مرة، في حالة والمفتاح مفتوح، ثم بعد كده نقفل المفتاح. يا باشا والمفتاح مفتوح، إيه اللي هيختلف؟ أول حاجة والمفتاح مفتوح، الفرع ده كده مش معايا، فالتيار هيمشي هنا في دول ودول توازي مع بعض، 3 في 6 على 3 زائد 6 يطلع الناتج ب2. بعد كده التيار يجي يعدي يمشي في الفرع ده بالشكل ده كده ويطلع كده من الجزء اللي فوق. يعني انت عندك كده مسارين، المسار اللي فوق والمسار اللي تحت، يبقى دول ب2، 2 مع ال3 يبقى الفرع اللي فوق ده كله بكام؟ ب5. 5 مع ال6 توازي، 5 في 6 على 5 زائد 6، 5 في 6 ب30 على ال11. طيب يا باشا تعالى بعد كده يا عم اقفل المفتاح. التيار الكهربائي يا جماعه لما يجي يمشي ويلاقي قدامه طريقين، في طريق فيهم سالك ما فيهوش مقاومات،
ايه اللي يخليه يروح للمقاومه؟ مش هيروح ناحيه المقاومه، فالمقاومه دي ملغيه، ودي حاله من حالات الغاء المقاومه. سلك فاضي على التوازي مع المقاومه يلغيها يطلعها بره. فكده في الحاله الثانيه بتاعتنا لما اجي احسب المقاومه المكافئه هعمل ايه؟ المفروض برضو نفس الكلام يا جماعه، مفيش اي اختلاف. هجيب 3 و6 توازي مع بعض يطلعوا باتنين، ما عادش في حاجه هنا. بعد كده الاتنين مع الستة توازي، 2 في 6 على 2 زائد 6 يعني 8، وفوق 12 يعني 12 على 8. اقسم بعد كده الاتنين على بعض او اقسم الرقمين على بعض، فتطلع النسبة 20 على 11. تمام؟ تطلع النسبة كام؟ 20 على 11. صلوا على النبي. اللي بعد كده رقم 10 في الشكل المقابل، إذا كانت المقاومات متماثلة وكلهم ب5، فهو عايز المقاومة المكافئة بين الإي والبي. التيار داخل من عند الإي يا عم وهيخرج من عند البي، فالتيار لما يجي يدخل من عند النقطة إيه، في قدامه كده طريق إن هو يمشي منين؟ يمشي من هنا كده. تمام؟ أو في قدامه إن هو يمشي في الطريق التاني ده. يعني التيار يا سنة تالتة هيجي يمشي جزء يمشي هنا كده، وجزء يمشي هنا كده، وبعدين يتقابلوا مع بعض، ثم بعد كده يكملوا يطلعوا من الفرع ده. والطريق التاني للتيار ان هو يجي يمشي في الطريق ده على طول ويطلع من هنا. فده معناه ان الفرع ده يا جماعه اللي هو ب5 كلهم اصلا ب5، ده معناه ان الفرع ده توازي مع الليله اللي هناك. فتعالى كده نجيبها حته حته. طبعا الخمستين دول جنب بعض فتوالي يبقوا بكام؟ يبقوا الخمستين دول ب10. ماشي، وقصادهم 5، فطبعا الخمستين دول اللي هم ب10 مع الخمسة دي توازي مع بعض يطلعوا بكام؟ 5 في 10 على 5 زائد 10، يطلع لك الناتج 50 على 15. طيب يا سيدي، بعد كده بقى لما دول انت بسطتهم بعد كده اتقابلوا مع بعض وكملوا مع مين؟ كملوا مع ال5. يعني ال50 على ال15 هيبقوا توالي مع ال5. يعني كأن المسألة بتاعتك يا عمنا بقت كده. ادي عندك هنا الفرع ده ب5 وهيطلع على طول من الطرف التاني. دول انت خليت دول كلهم بمقاومة واحدة مثلا اللي هي هنا دي كده بالشكل ده، وعندك الفرع ده كده بالمنظر ده كده. يعني التيار جاي من هنا هيطلع من هنا. احنا المفروض جبنا دي بالرقم ده، والمفروض اللي هنا دي ب5. فهبدأ بقى احسب 50 على 15 مع ال5 توالي، ثم بعد كده احسبهم مع ال5 توازي. فيلا بينا. 50 على 15 زائد 5 يطلع ب8 و3 من 10. بعد كده عم اقول له 8 و33 من 100 في 5 على 8 و33 من 100 زائد 5، نحسب تطلع ب3 و12 من 100. فتعالى كده نشوف النسبة دي بتساوي ايه. 3 و12 من 100 ممكن نجرب مثلا 25 على 8. 25 على 8 فعلا طلعت ب3 و12 من 100. يعني الإجابة الصح يا سنة تالتة هتبقى بقى. ماشي. النقطة رقم 11، سلكان متشابهان وصلا على التوالي، فكانت المقاومة المكافئة لهما إذا وصلا على التوالي. سلكان متشابهان يعني لهما نفس المقاومة. يعني ولنفترض إن الواحد منهم بآر، فلما وصلهم توالي يبقوا بكام؟ ولما وصلهم توازي يبقوا بآر على الاتنين. فهو عايز يعرف لما وصلهم توالي مقارنة بتوصيلهم توازي هتطلع النسبة كام؟ فاقسم 2 ار على ار على الاتنين، يعني كأنها 2 على النص، فتطلع النسبة كام يا جماعة؟ 4 امثال. يعني توصيلهم على التوالي هيديني مقاومة مكافئة 4 امثال المقاومة المكافئة لهما عند توصيلهم على التوازي. رقم 12، عند توصيل عدة مقاومات مختلفة على التوازي يكون متساوي لجميع المقاومات. ايه الحاجة اللي متساوية او الثابتة في التوصيل على التوازي؟ طبعا فرق الجهد الكهربي. إذا علمت أن مقاومة كهربية X ضعف Y، فإن شيء التيار المار في X شيء التيار المار في Y عند توصيلهم على التوالي. ما تستعجلش وتقول إن الأي والآر علاقة عكسية، وهنا الراجل بيقول لك توالي، وشرط التوالي أن يكون التيار ثابت فتكون المقاومة متساوية أو التيار متساوي.
عند توصيل عدة مقاومات متساوية على التوازي كانت المقاومة المكافئة لهما يعني الار توتال من إحدى المقاومات، يعني الار توتال بتساوي 1/10 في الار الواحدة منهم، لأنه بيقول لك بتساوي 1/10 من إحدى المقاومات. أهم حاجة في الفيزياء إن أنت تترجم السؤال لمعطيات صحيحة، ده بيساعد عليك الحل. لذا فإن عدد المقاومات عايز الN، وفي التوصيل على التوازي الار توتال للمقاومات المتماثله واحده منهم على عددهم. الار توتال ب1/10 في ار، لانه قال لي كده في السؤال، والواحده منهم بار كده كده وعايز العدد. فيا باشا الار تروح مع الار، فانت كده عندك ايه؟ 1/10 على 1 بيساوي 1 على n، يعني 1 على n بتساوي 1/10. لما اعمل طرفين في وسطين بقى، اما اعمل طرفين في وسطين يبقى 1/10 n بيساوي 1، يبقى لان بتساوي 1 على 1/10، يعني لان هتطلع بكام؟ ب10. 5 مقاومات متساوية قيمة كل منها R متوصلة على التوازي، فعايز المقاومة المكافئة ليه. المقاومة المكافئة في التوصيل على التوازي واحدة منهم على عددهم، الواحدة منهم بآر عددهم 5، يعني آر على 5 يعني 1 على 5 في الآر، 1 على 5 اللي هي ب2/10، يبقى 2/10. 3 مقاومات متماثلة لو وصلناهم على التوالي كانت المقاومة المكافئة ليهم بالرقم ده، وعند توصيل مقاومتين منهم فقط على التوازي فيا ترى هتبقى بكام؟ سهل. احنا كده معانا ال N بتساوي 3، ومعانا الار توتال وده توصيل على التوالي ب4.5، يعني ال4.5 هتساوي واحدة منهم في عددهم، الواحدة منهم ما نعرفش عددهم 3، يبقى كده الواحدة منهم كانت بكام؟ 1.5. فلما اخد واحدة منهم اوصلها مرتين مع واحدة زيها توازي، يعني كده المفروض اجيب 1.5 و1.5 توازي، يبقى الواحدة منهم على عددهم تطلع الإجابة كام؟ 75%. سلك معدني منتظم المقطع مقاومته 36، قسمناه لثلاث اجزاء متساويه، يبقى دي كده مقاومته كلها، يبقى لما اقسمه لثلاث اجزاء يبقى الجزء الواحد بكام؟ 36 على 3 فهل 12، ووصلت معا على التوازي تكون مقاومتها المكافئه. يعني انا قمت ماسك السلك ده مقطعه ثلاث حتت كده قصاد بعض، قمت رايح موصلهم على التوازي مع بعض بالشكل ده كده. فلما اوصل توازي 12 واحده منهم على عددهم 12 على الثلاثه فيها الكام؟ فيها الاربعه. بعد كده بيقول لك النسبه بين المقاومتين اللي انت يا عم لو وصلتهم توالي هتكون المقاومه المكافئه لهما 4 امثال مقاومتهم عند توصيلهم على التوازي. على فكره لسه حللني السؤال ده من شويه، قال لك ايه؟ مقاومتين متماثلتين فإن نسبة توصيلهم على التوالي تمام إلى نسبة توصيلهم على التوازي، فكان طلعت النسبة معانا كام؟ 4 أمثال. يعني من الآخر لو المقاومتين دول قد بعض وصلتهم توالي وصلنا بعد كده وصلتهم توازي، لأن المقاومتين لو زي بعض هقول إيه؟ 2 في واحدة منهم. لو المقاومتين توازي هقول له واحدة منهم على عددهم تمام. لما أقسم 2 R على R على الاتنين هتطلع النسبة كام؟ 4 امثال. فكده ده معناه ان المقاومتين كانوا قد بعض. ده افضل حل للسؤال ان انت تجرب تاخد رقمين قد بعض تجيبهم توالي تجيبهم توازي تقسم على بعضه طلعت 4 امثال، يبقى دي الاجابه الصح. تبدا تجرب هنا واحده مثلا ب2 واحده ب3 تشوفهم توالي وتشوفهم توازي وتقسم وتجرب وهكذا. رقم 19 في الشكل المبين بالرسم مجموعة من المقاومات مع بعضها إذا كانت المقاومة المكافئة ب8، فيا ترى الار دي تبقى بكام؟ حضرتك ما تروحش برضه تعقد السؤال على نفسك، امال اعمل ايه؟ يا باشا والله الموضوع بسيط خالص، انت عندك اختيارات، خد الاختيارات جرب وشوف انه اختيار هيطلع لك الاجابة اللي موجودة. يعني مثلا يا عمنا جرب 9 مع الاربعة مش جاية، تعالى كده نجرب الاربعة، 4 مثلا، 4 مع الأربعة توازي يطلعوا بكام؟ 4 على الاتنين فيها الاتنين، 2 مع 2 توازي يطلعوا بكام؟ بواحد. بعد كده 1 و5 و2 فعلا يطلعوا ب8، يبقى ده يا عم الاختيار الصح. حتى لما تيجي تجرب 9
مع الأربعة هتلاقيها بتطلع لك كسر، يبقى غلط لأن الناتج طالع برقم صحيح. 7 برضو مع الأربعة هتطلع لك كسر، تطلع برضو الإجابة مش صح، أنت عايز رقم صحيح، وهكذا. جرب الاختيارات، ده أفضل حل للسؤال ده. يعني في بعض الأسئلة أفضل حاجة إن أنا أجيب الاختيار وأبدأ أجرب لحد ما يطلع الإجابة بتاعتي. السؤال اللي بعد كده 3 مقاومات كل واحدة منهم بآر، وصلناهم كما في الأشكال التالية. أي من هذه الأشكال تكون قيمة المقاومة بين إكس وواي أقل ما يمكن. أبدأ أجرب وأطلع الناتج. لو جينا في الشكل ده، طبعا لو جيت أبص التيار هيمشي يعدي في الآر وبعد كده يتجزأ على الآرتين اللي هنا، فدول مع بعض توازي يطلعوا بآر على الاتنين، وهم بقى هيبقوا جنب الآر، يعني آر زائد آر على الاتنين يبقى 1.5 آر. طيب بالشكل ده الار مع الار دي يا جماعه توالي، يعني ب2 ار. ال2 ار مع الار اللي قصادها توازي، 2 ار في ار على 2 ار زائد الار. تمام. طيب 2 ار تربيع على 3 ار، او 2 ار في كمان ار على 3 ار، فالار راحت مع الار يعني 2 على ال3 ار. ماشي. اللي بعد هو عايز بين اكس وواي، من الاكس للواي يا جماعه مفيش غير الار دي بس، فتبقى الناتج بار. او بقول لك امشي يا عم من الاكس روح للواي، فانت الجزء اللي هيمشي هنا مش رايح للواي، ده كده جزء مقطوع يا جماعه. الجزء ده مقطوع يعني التيار مش هيكمل فيه، لازم أن يكون التيار يجي من عند الطرف الموجب يرجع تاني للطرف السالب، فدي كده خلاص شكرا اخرتها ار. لو انا جيت مشيت في ده سهل خالص، يبقى ار وار وار يعني 3. هو عايز اصغر حاجة، فانا عندي هنا 1.5، عندي هنا 2 على 3، وعندي هنا 3 ار، وعندي هنا بار، فاصغر حاجة طبعا 2 على 3، يعني الاجابة الصحيحة رقم ب. نيجي بقى لجزء الاسئلة الاهم في الاسئلة بتاعت النهاردة، لان طبعا احنا كطلبة تالتة ثانوي بنبقى دايما عايزين نعرف الجزء اللي احنا بناخده حاليا بيجي ازاي في امتحانات ثانوية عامة. انا جايب لك السؤال او الاسئله اللي جت في امتحانات ثانويه عامه السنه دي على الجزئيه اللي انا بحل عليها، وكمان جايب لك الاسئله اللي جت في النماذج الاسترشاديه بتاعه السنه دي. فيلا بينا كده نشوف الاسئله دي. سؤال رقم 1 فيهم اللي هو السؤال بقى رقم 21 في الاسئله بتاعه النهارده، يوضح الشكل عده مقاومات متصله معا اذا كانت المقاومه المكافئه ليهم ب10، فيا ترى الار اللي هنا دي تبقى بكام؟ طبعا افضل حل للسؤال ده من الاسئله اللي احنا حلناها من شويه ان انا اخد الاختيارات وابدا اجرب واشوف انا اختيار هيطلع لي الاجابه. بس مبدئيا الثلاث مقاومات دول يا جماعه اي حد فاهم توالي وتوازي على طول عينه هتقول ان الثلاثه دول مع بعض توازي، واحده منهم ب 18 على عددهم ب 3، 18 على 3 فيها 6، يعني الثلاث مقاومات دول اشيلهم واخلي مكانهم واحده بس بكام يا عم؟ ب6. طيب الأربعة والأربعة دول توالي، فممكن أشيلهم وأخلي مكانهم كام؟ 8. طيب يا عم عايزين نحط هنا رقم، أحط هنا كام؟ جرب الاختيارات، هتبدأ تجرب. 4 و2 6، 6 مع التمانية هتديك كسر، أنت من كتر الحل هتبقى عارف الكلام ده. 2 مع الاتنين 4، 4 مع التمانية هتديك برضو كسر. جرب الستة، 6 لما أحط هنا يا جماعة 6، 6 و2 كام؟ 8. ده كده يا عم سهله في الحسابات اهو. 8 و8 مع بعض توازي، واحده منهم على عددهم، يعني ناتجهم بكام؟ ب4. طيب بعد كده بقى انت عندك مكان الليله دي كلها مقاومه واحده بس ب4، والليله دي كلها مقاومه واحده بس ب6، والبطاريه، وطبعا المقاومتين دول مع بعض توالي، فتبقى المقاومه المكافئه ليهم بكام؟ ب10. يبقى الاختيار الصح اللي هو اختيار رقم ج. نقطة رقم 22 جت استرشاد السنة دي. الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين الكي والال. عادي يا جماعة، سؤال حلو وسهل يتحل عادي جدا. مبدئيا كده أنا لما أجي أبص على الستة مع الستة مع الستة اللي هنا يا جماعة، التلاتة دول مع بعض على التوازي، واحدة منهم على عددهم، الواحدة منهم ب6، عددهم 3، يعني ناتجهم بكام؟ ب2. يعني ممكن أشيل التلاتة دول او امسح اللي فوق وامسح اللي تحت واغير الرقم اللي في النص، خليها بكام؟ خليها ب2 اهو. طيب بعد كده يا عم الستة والستة ب12، الستة والستة ب12، ال12 مع ال12 توازي، واحدة منهم على عددهم، يطلع الناتج بكام؟ يعني انا ممكن اشيل الليلة دي كلها واخلي مكانهم مقاومة واحدة بس بكام؟
ب6. 2 و6 كام؟ 8. كده خلصت. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه برضو استرشادي 25 ثلاث مقاومات مختلفة، مديك الارقام بتاعتهم. اي الدوائر التالية تكون المقاومة المكافئة لها تساوي 11. هتعمل ايه؟ هتجرب وتطلع الناتج. تعالى يا باشا نجرب بالترتيب. 8 و4 بعد كده هتزودهم على ال 12، مستحيل تطلع ب 12 يبقى غلط. ماشي، عندك هنا 12 و4 توازي. 12 و4 توازي لما تعملهم مع بعض يطلعوا ب3. 12 في 4 على 12 زائد 4 يطلعوا ب3. 3 مع 8 يطلع الناتج ب 11. هو عايز المقاومة المكافئة ب 11، يبقى ده الاختيار الصح. أكيد لما تجرب الاختيارات التانية أكيد هيطلعوا غلط يعني. طبعا ده كده يعتبر كان آخر سؤال في المحاضرة بتاعة النهاردة، وبكده الحمد لله نكون خلصنا أسئلة الجزء بتاع النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الأسئلة بتاعة النهاردة يا جماعة. أتمنى تذاكروا كويس درس بدرس، حاجة حاجة، واحدة واحدة، توالي وتوازي. من الدروس الرخمة شوية في البداية، بس أول ما تبدأ تتعود عليه وتدرب نفسك كتير وتحل أسئلة كتير هتحس بعد كده إنه درس سهل جدا ودرس لذيذ إن شاء الله. اتمنى لكم التوفيق دايما في الدروس اللي جايه باذن الله، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.